يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده في مطبخ فاطمه هنعمل جلاش بطريقه جديده وتحفه قوي في التقديم. بس النهارده الجلاش بتاعنا حادق مش حلو، وباقل مجهود وباقل مكونات. كل الحكايه لفه الجلاش اللي عندي وجبنه كيري، ده كل الحكايه. يلا نبدا. قبل ما نبدا بفكركم باللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا وبسرعه. انا هبدا دلوقتي كده. فتحت الجلاش بتاعي وهبدا اقطعه بشكل معين. هتشوفوا ازاي الموضوع سهل وبسيط مش هياخد وقت. بس طبعا طول ما انا شغاله في الجلاش زي ما احنا عارفين لازم اغطي بالفوطه علشان ما ينشفش مني. اسحب الورقه وبعد كده اغطي. هنبدا دلوقتي نشتغل. يلا بينا. هسحب اول ورقه. هبدا اول حاجه اقطع الورقه بتاعتي نصين. بعد كده اقوم جايبه دول كمان عاملاهم نصين هما كمان. طبعا انا بوريكم في واحده بس بعد كده الطبيعي ان انت هتمسكي مجموعه من الورق وتعملي نفس القصه دي بحيث تسحب بسهوله. قبل ما اخلص اغطي الجلاش بتاعي. هاجي عند دول واقوم عاملاهم بزاويه زي مثلث قائم الزاويه كده. جميل. بقى عندي الشكل ده. الواحد عباره عن اتنين مع بعض. تمام. همسك ده. هاجي بالجبنه الكيري بتاعتي. لو تلاحظوا انا مقطعه جبنه كيري 4 اجزاء 4/4. همسك قطعه منهم ومحطها هنا. هحاول ان انا اوزعها شويه واقوم لفه الجلاش بتاعي. وانا بلف اقوم ايه موزعه الجبنه بتاعتي. طبعا الحشو ده بقى لو انتوا عايزين جبنه بيضه عايزين اي حاجه، يعني مش شرط ان احنا نجيب حاجه مخصوص. يعني انا بس عشان انا بحبه قوي بالجبنه الكيري انا والولاد، وفي نفس الوقت بحس ان هي مغذيه للولاد. النهايه بتاعته ممكن زي ما تحبي. لو انت عايزه سنه جبنه كده تمسكيها بيها، او حتى لو لفيتيه كده وسبتيه مش هيجراله حاجه في الصينيه. بقى ده الشكل النهائي بتاعي اللي هيطلع لي، وهنشوف جمال وجمال طعم. نجرب واحده تانية. هنخلي الحته العريضه، ما ننساش دول اتنين فوق بعض اهم. هنخلي الحته العريضه بتاعتي من هنا، واقوم جايه بمربع من المربعات بتاعه القطعه الكيري. مجرد ان انا هحط وانا بلف افردها عادي عشان ما بهدلش الورقه معايا. خلاص انا ظبطت بدايتها. اقوم جايه بالرول بتاعي مكمله عادي جدا. طريقه سهله وبسيطه قوي قوي قوي. سن كتير عشان تمسك الورقه ببعضها. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. تمام. كل اللي هعمله ان انا هدهن وش الصينيه بزيت عشان يتحمر. زي ما انتم شايفين الشكل شيك قوي وطعمه هيبقى تحفه، هيعجبكم جدا. طريقه لذيذه وسهله وبسيطه، متاخدش وقت خالص. مجرد ما يتحمر نطلعه ونرصه ونحط عليه اي صوص احنا عايزينه. عارفه انا مش شايفه فكره من ضمن الافكار اللي بره الصندوق الكتير اللي معانا في القناه. تابعونا على القناه علشان يوصلكم كل جديد. متنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. هدخل دلوقتي. انا طبعا مولعه الفرن على 200 بقالها 10 دقايق كده. هحطه عشان يستوي يتحمر. يلا بينا. ده كده الشكل النهائي بتاعي. صوابع الجبنه الكيري اللي تجنن، ما خدتش وقت معايا خالص، وتحفه في التقديم وفي طريقه الاكل سهله وطعمها تحفه. طبعا غير القيمه الغذائيه اللي دايما بحب اوصلها عشان ولادنا. طبعا عايزه تحطي عليه اي صوص انت عايزاه براحتك، كاتشب، صوص باربيكيو، اي حاجه. انا بحب الرانش صوص فهنزل عليها بالرانش صوص دلوقتي.
مش عايزه اقول لكم جمال طعمها هيبقى عامل ازاي. الف هنا وشفا ليكم، بألف هنا وشفا ليكم، ومستنيه لما تجربوها وتقولي رايكم ايه. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس.